السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم ويا مساء الفل عليكم. مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور 16. أنا للأسف مش هقدر أعمل فيديو طويل أحكي فيه. أنا قلت يعني ملهاش لازمة إن أنا أعمل فيديو طويل وأحكي فيه على نقط ضعف منتخب بنين ونقط قوة منتخب بنين ونقط ضعف منتخب مصر وقوة منتخب مصر. قلت يعني خليني أعمل فيديو قصير كده أتكلم فيه على شوية نقط بسيطة على منتخب مصر وشوية نقط بسيطة على منتخب بنين ونظرتي للماتش والتشكيل وشوية الحاجات دي. فقلت أنزله كاريل يعني أحسن من إن أنا أنزل فيديو طويل يكون يعني حشو كلام على الفاضي يعني. متنساش بس اللايك والفولو عشان تشجعني أعمل حاجات من دي كتير. منتخب بنين هو كان تاني المجموعة الرابعة اللي كانت بتضم السنغال الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا، وقدر يفوز في مباراة واحدة وهي أمام بوتسوانا بنتيجة 1-0. خسر مباراته أمام الكونغو الديمقراطية وايضا خسر مباراة قدام السنغال. ما نقدرش نستوعب منتخب بنين ونقول ان احنا هنكسبوا سكور ونسففوا التراب ونكسبهم 6، لان الموضوع ده مبقاش يمشي في افريقيا خالص. ودينا شفنا اللي حصل قدام تونس ومالي. مفيش فريق دلوقتي بقى ضعيف ومفيش فريق تقدر تنزل تلبسوا سكور وتكسبوا 6-7، لان الموضوع ده ما بقاش موجود في افريقيا، وما اعتقدش ان هو بقى موجود في الكوره عامه. كل فرق العالم بقت بتدرس الفرق اللي قدامها حتى مهما كانت اكبر منها في الاسم او في التاريخ او في اي حاجه، وبتنزل وبتلعب 90 دقيقه زي الرجاله وبيلعبوا وبياكلوا النجيله، بيعوضوا الفوارق والنقصات اللي عندهم اذا كانت بقى نقصات فنيه وبدنيه تكتيكيه، بيعوضوها بالروح والجرينتا. والموضوع ده بنشوفه كتير جدا حتى في الفرق في الدوري الانجليزي وبره الدوري الانجليزي وفي اي حته في العالم. لازم انت تبقى داخل الماتش مركز ان انا ازاي هكسب بنين وبعدين انا شايف الناس دلوقتي بتفكر في ماتشات، في ماتش السنغال ده بس السنغال تخلق عشان ما نقابلهاش، ده يا رب كوت ديفوار. احنا لسه ما عدناش بنين، فنعدي بنين بعد كده نشوف هنلاعب كوت ديفوار هنلاعب بوركينا، بعد كده نشوف هنلاعب مين فيهم، بعد كده نروح على حته السنغال دي. ممكن السنغال تخرج عادي ومالي هي اللي تلعبنا. فمش عايزين بس احنا هنبقى ايه يعني، ناخد ستيب باي ستيب. وده اعتقد اللي هو بيعمله دلوقتي منتخب مصر وحسام حسن، ان هم واخدين الموضوع ستيب باي ستيب وما بيفكروش في البعيد. ودي احسن حاجه ممكن يعملوها دلوقتي، ان هم ما يفكروش للبعيد. ده السنغال، ده كوت ديفوار، لا خلينا نخلص بس من بنين الاول، بعد كده بنفكر في الفرقه اللي هنقابلها بعد بنين. سوش يا جماعه، بنين دي خرجت المغرب في 2019 لما البطوله كانت على ارضنا. انا مش عايزين بقى نبقى في نفس الموضوع نلعب بنين ونخرج من بنين والبطوله في المغرب، فمش عايزين السيناريو ده خالص خالص يعني. التشكيل اللي نفسي يبدا بحسام حسن هو الشناوي في حراسه المرمى طبعا. ياسر يلعب بقى بالثلاثه اللي ورا بقى اللي هم نفس تشكيل جنوب افريقيا، ياسر وحمدي ورامي ربيعه. محمد هاني طبعا لما يرجع من الايقاف. انا نفسي احمد فتوح بس اعتقد ان هو يبدا مع محمد حمدي. مروان عطيه، زيزو وتريزيجيه ومرموش ومحمد صلاح. هو ده التشكيل الانسب بالنسبه لي لماتش بنين ده. نخطف وما نستعجلش وبالراحه.